المنتخب المغربي بيدخل نهائي كأس العرب بنفس التشكيلة اللي فازت على الإمارات بثلاثية. أزارو وزحزوح والبركاوي ضد الأردن في ملعب لوسيل اللي غرقان بالمطر. جاهز تعيش النهائي قبل لا يبدأ؟ تخيل وياي، باقي ساعات قليلة على نهائي تاريخي بين المغرب والأردن في كأس العرب 2025، والسما فوق ملعب لوسيل تمطر بقوة، والأرضية قاعدين يصلحونها عشان النهائي ما يتأجل. ووسط كل هالأجواء، المدرب طارق السكتيوي قرر ياخذها مغامرة ويثبت على نفس التشكيلة اللي هزمت الإمارات ب3 أهداف نظيفة في نصف النهائي. اليوم مو بس مباراة، اليوم كأنه فيلم أكشن اسمه نفس الأبطال وخطوة أخيرة على الكاس. المهدي بن عبيد بيرجع يحرس المرمى، وجدار دفاعي بولكسوت، سعدان، بوفتيني والموساوي كنهم 4 أبواب مسكوكة بوجه أي هجوم أردني. في الوسط الثلاثي آنس باش، ربيع حريمات وأسامة طنان هم غرفة عمليات المنتخب، كل تمريرة محسوبة وكل هجمة مدروسة، مثل مهندسين يرسمون طريقهم للكاس على عشب لوسيل. وفي الهجوم عندنا وحوش، أمين زحزوح على طرف، كريم البركاوي على الطرف الثاني، ووليد أزارو رأس حربة. هذا الثلاثي لو نسوي عنه فيلم بنسميه دفاعهم بينهار، نفس الثلاثي اللي دمر الإمارات في نصف النهائي. والشيء اللي حمس أكثر إن السكتيوي ما راح يغير ولا اسم، يراهن على الانسجام بينهم، كأنه يقول لك الفريق الفايز ما تغيره. والأردن بعد داخله بقوة وتكتيك عالي، يعني النهائي مو سهل أبد، بتكون معركة أعصاب، وأي غلطة صغيرة ممكن تغير تاريخ جيل كامل. يمكن هالمرة الكاس ما رح يروح للأقدام الأقوى، بيروح للعقول اللي بتظل باردة تحت المطر وصراخ الجمهور العربي في لوسيل. الحين السؤال الأهم، هل نفس التشكيلة رح تكتب نفس النهاية السعيدة، ولا ملعب لوسيل مخبيلنا مفاجأة ما كانت على البال؟ اشترك في القناة، فعل الجرس وارجع بكرة، لأن قصة كأس العرب ما وقفت هنا، ويمكن الحلقة الجاية تكون عن احتفال تاريخي أو صدمة ما توقعها أحد.